السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل القرع ده، يعني من الحاجات الجميله جدا والمفيده قوي 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 قوي. انا هنا جايبه واحده كبيره، دي وزنها 5 الا ربع، يعني 5 كيلو الا ربع. طبعا زي ما احنا شايفين كده، بس هي للاسف ما جاتش في الفيديو يعني. بعد ما غسلتها كويس قوي، بعد كده هنقطعها زي ما احنا شايفين كده. واللب دوت طبعا هنشيل منه اللب ده ما بيترميش، اللب ده مفيد قوي قوي قوي. بنقزقزه كده، ممكن نغسله ونقزقزه زي ما احنا شايفين، او ممكن تحمصيه وتقزقزيه زي اللب الابيض بالظبط. بعد كده هنقشره زي ما احنا شايفين كده. وهنقطعه. طبعا القرع ما بياخدش وقت كتير في السوى. وطعمه صراحة بيبقى حلو قوي قوي ومفيد جدا جدا جدا. طبعا ده القرع بعد ما خلصناها وقطعناها كلها زي ما احنا شايفين. بعد كده احنا هنقطعها. انت عاوزه بقى تقطعيها التقطيع اللي انت عاوزاه. انا هنا قطعتها شرايح زي ما احنا شايفين كده، لان بعد ما تستوي وهتقل هتشوفوها هتشوفوها في الفيديو. بعد كده ايه هتنهرسها يعني. عادي، عاوزه تقطعيها بقى مربعات، عاوزه تبشري الحاجه اللي انت بتحبيها اعمليها. انا هنا زي ما احنا شايفينها كده، انا قطعتها شرايح زي ما انتم شايفين. وهسويها بنفس الطريقه دي. القرع من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت كتير قوي في السوا. يعني بتستوي على طول، عامله كده زي البطاطا كده، الكوسه ما بتاخدش وقت يعني. هنا بعد ما قطعناهم حطيناهم في الحله. هحط هنا كوبايتين سكر، الكوبايه دي تقريبا يعني 100 و 125 جرام، هي مش كبيره. انا هنا حطيت كوبايتين. زي ما انتم شايفين هي من تحت كده يعني رفيعه وطالعه على واسع، فهي مش كتيره يعني. انا صراحه ما وزنتهاش، بس هي مش كبيره. وفي نفس الوقت دي القرايه دي 5 كيلو الا ربع. يعني انا حطيت كوبايتين السكر دولت على 5 الا ربع، حطيناهم كده. وزي ما قلبتهم كده شويه عشان السكر يتغلغل في القرع كله من فوق ومن تحت. وهنسيبه كده لمده ساعه ساعتين حسب ما انت سايباه، يعني مش مشكله. كل ما بتسيبيه كل ما بينزل الميه بتاعته، دي اللي هنسويها فيه، احنا مش هنحط ميه ولا حاجه. هنا السكر داب زي ما احنا شايفين كده. ده بعد ساعه، يعني انا سبتها ساعه. بعد كده زي ما احنا زي المربى بالظبط، زي ما بنعمل المربى. بعد كده هنحطها على البوتاجاز. هنا بعد ما غليت شويه، شوفوا حتى ايه كل ما تستوي كل ما هتقل. يعني شوف الحله كانت مليانه، هنا قلت شويه. هنشوفها بقى في الاخر هتكون قلت خالص، تبقى عامله زي المربى بالظبط. هنا بصوا، شوفوا الكميه بقت قد ايه. انا قلت لكم من الاول الفيديو دي كانت 5 كيلو الا ربع. هي طبعا بتتوزن بحالها زي ما احنا عارفين. وانا صراحه بحب القرع، فانا بجيبها بحالها، يعني ما بجيبهاش بالكيلو صراحه. انا بجيبها واحده كده زي ما تطلع بقى. شوفوا دلوقتي في حبه ميه صغيرين زي ما احنا شايفين. هنسيبها تتشرب وخلاص، على كده يبقى كده القرع استوى معانا. استوى منه فيه، يعني هي ما حطيناش ميه ولا اي حاجه. القرع بينزل الميه مع السكر وسويناه فيها. انا بعمله بالبشاميل. انا ما بحبوش في ناس بيعملوه بالنشا. لا، انا بحب اعمله بالدقيق، بحبه احلى احلى وطعمه احلى بالدقيق. لو انت بتحبيه بالنشا فانت هتعملي بقى المهلبيه وتحطيه، انما انا هنا عاملاه بالبشاميل. انا حطيت هنا 3 4 كده معالق كبار زبده زي ما احنا شايفين، وحبه زيت صغيره عشان الزبده ما تتحرقش. وهنحط عليهم 3 معالق كبار من الدقيق. وقلبناهم لحد ما يفوروا زي ما اكنه زي اللبن كده ما بيفور كده. يعني المرحله دي بقى هنبتدي ننزل باللبن، عشان انا مش عاوزه الدقيق ياخد لون ويحمر. عشان البشاميل يبقى ابيض، ولونه ابيض ما يبقاش لونه غامق معانا. بعد كده بننزل بقى باللبن. وبالمضرب لازم نقلب بسرعه عشان ما يكلكحش. دي اهم حاجه. بس لو انت مثلا قلبتي ولقيتيها تقيله معاكي، لا الدقيق مثلا كان كتير ولقيتيها تقيله قوي، البشاميل تقيل قوي زياده عن اللزوم، هتضيفي لبن تاني، هتزودي لبن. لقيتي مثلا البشاميل خفيف، يعني بتقلبي كده وبعد ما غلي كده واستوى لقيتيه لا خفيف مش تقيل، تاخدي حبه دقيق تدوبيه، يعني معلقه دقيق وتدوبيها في حبه ميه او لبن. وتحطي تنزلي بسرسوب برده كده بعد ما تدوبيهم بسرسوب، وتقلبي بسرعه عشان مفيش حاجه تكلكع لحد ما نوصل للقوام اللي احنا شايفينه ده. مش عاوزاها تخينه قوي ولا سايله. طبعا انا هنا حطيت معلقه سكر كبيره، علشان احنا عندنا حاطين سكر في القرع فما نكترش السكر. اللي عاوز يقلل السكر ممكن اللي يخلي بدل كوبايه يخليها بدل كوبايتين يخليها كوبايه واحده. يعني اللي عنده سكر ربنا يشفيه ويعافيه ممكن يخلي كوبايه واحده بس.
وبعد كده بالهراسه بتاعت البطاطس انا دوبك هرستها كده زي ما احنا شايفين، عشان انا بحبها زي ما هي كده. بالهراسه كده، هرسه بسيطه كده، بتبقى طعمها حلو قوي قوي، وكمان القوام بتاعها بيبقى حلو. بعد كده هنجيب الصينيه، وهنحط فيها الطبقه من تحت، نحطها زي المكرونه البشاميل لما بنعملها بالظبط. هنحط من تحت، بس هنا ما بنحطش زبده ولا سمنه، مش هندهن الصينيه اي حاجه خالص. يعني يا دوبك هنحط بس طبقه بشاميل كده من تحت، وبعد كده هنحط القرع في النص وهنسويه بس كده، ونحط طبقه البشاميل التانية على الوش بس طعمه حلو قوي قوي قوي. السكر هنا كان مظبوط بالنسبه لنا، السكر كان مظبوط، يعني ما كانتش مسكره قوي زياده عن اللزوم، وفي نفس الوقت ما كانتش دلع. وزي ما قلت لك لو عايزين تقللوا السكر براحتك، يعني يعني الحاجه اللي بتحبيها اعمليها. واحنا هنا حطينا الطبقه الثانيه من البشاميل، وزي ما قلت لك البشاميل اللي معانا بيبقى ناعم وكويس قوي، لما بتكوني على طول تضربيه بسرعه بالمضرب هيفضل ناعم معاكي وما فيهوش كلاكيع ولا اي حاجه. بعد كده هندخله الفرن، يعني انا بسيبه 10 دقائق، بشغل الفرن عليه 10 دقائق علشان ياخدوا ويدوا مع بعض، يعني البشاميل والقرع يعني ايه يدوبوا مع بعض كده، ياخدوا من بعض زي ما احنا بنقول. وبعد كده بحطها على الشوايه، بتاخد وش زي ما احنا شايفين. بعد ما بتهدى شويه انا بقطعها. انا بحب الحاجه يعني ايه، مش لازم تبقى يعني مثلا ايه، مش لازم اخليها تبرد قوي عشان اخلي لازم القطعه تبقى متماسكه. لا، انا زي البشاميل كده بقطعه وهو سخن، بحبه كده وهو مفرط كده، بيبقى طعمه حلو. وهنا لما سنتها هديت، بصوا القطعه جميله جدا وطعمه حلو جدا جدا. بالبشاميل صراحه بيبقى طعمه احلى بكتير قوي لما بيبقى بالمهلبيه او بالنشا، يعني بالدقيق صراحه بيبقى احلى. جربوا الوصفه دي وان شاء الله تعجبكم، طعمها يبقى حلو قوي وهتتبسطوا بيها، وزي ما قلت لكم فايدتها كبيره قوي. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، ومع الف سلامه.